نشكر تجمع الأمل والرجاء وتقديمه إفطار صائم في ريف حمص الشمالي 17 رمضان 1437. يتطلعون إلى المدى ليطل ضيفهم الجليل، ولأجله تقف المنازل والمآذن والنخيل. يتطلعون إلى المدى ليطل ضيفهم الجليل، ولأجله تقف المنازل والمآذن والنخيل. يستشرفون قدومه في ساعة عند الأصيل، يستشرفون قدومه في ساعة عند الأصيل. فإذا من الفردوس هب نسيمه البرد العليل، هتفت قلوب الناس أهلا أيها الشهر الفضيل. الشهر الفضيل رمضان يا عمرا يمر كأنه حلم جميل. دمعي هما قبل اللقاء كما هما قبل الرحيل. فلأنت للقلب الصفي وأنت للروح الخليل، أنت الخليل. السلام على سيدنا محمد. نتوجه بالشكر إلى تجمع الأمل والرجاء على المساهم في مشروع إفطار صائم الذي يقام في مدينة قرية الغمطو المحاصرة، طبعا بسبب ظروف القصف التي تعرضت لها المدينة أثناء وقت الأذان. اقتصرنا على هذا العدد الموجود من أهالي القرية. التالين في الأسحار يسري كالهدي، لترنم التالين في الأسحار يسري كالهدي. فإني أحبك كم مضى مذ غبت من بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 17 من رمضان 22 هجري. تم طبخ 100 وجبة سيتم توزيعها في منطقة الحول المحاصرة في بلدة طيبي. نشكر جمعية الأمل والرجاء لتقديم هذه الوجبة. نحن المجلس المحلي في قرية طيبي الغربي نشكر جمعية الأمل والرجاء. اليوم تاريخ 17 رمضان قاموا بتقديم 100 وجبة لصالح فقراء قرية الطيبي والمحتاجين والمحاصرين والناس. البرد العليل صدقت قلبا قالني هو قادم عما قليل. قلب المحب دليله وإليك في قلبي دليل. قلب المحب دليله وإليك في قلبي دليل.